جلسه ما بين فيريرا وما بين امام عاشور في وجود امير مرتضى، وامام اعتذر لفيريرا ووعده انه هيكون يعني اكثر التزاما في الفتره القادمه. وحديث فيريرا ليه ان هو قال له ان انت تقدر تلعب في افضل الانديه الاوروبيه بشرط ان انت تهتم بعقليتك وان انت تكون اكتر التزاما. احكي لكم بقى قصه امام عاشور، عشان قصه امام عاشور ايه يعني معقده شويه. هو الموضوع جاي فيه كذا حاجه جايين في نفس الوقت. امام عاشور عنده عقد مع نادي الزمالك، لسه ناقص له ايه لغايه الموسم الجديد كمان عنده العقد. وهو الولد كان عنده العقد بتاع دلوقتي ده ب 2 مليون جنيه في السنه، اللي هو ده العقد اللي جه بيه من الاول. ده العقد اللي جه بيه من الاول بيه كولد شاب صغير في نادي الزمالك. وطبعا هو بعد كده جدد على عقد يعني في فتره الكابتن حسين لبيب على ما اعتقد ب 8 مليون جنيه في السنه. والعقد ده ما توثقش وقتها، فلازم كان امام يمضي على عقد جديد. ملخص الكلام يا جماعه ان الاخ المحترم راجل بتاع الزمالك فيريرا ولا جوزوالدو مش عارف ايه ده هيسرح امام عاشور، اهو هيسرح حرفيا، مش هيمشيه، هيسرحه يعني. بعد فترة التوقف ديت فيريرا سيعيد إمام عاشور مرة أخرى لقائمة الزمالك. انتهت العقوبة اللي موقعة على اللاعب، أو بمعنى أصح العقوبات اللي تم توقيعها على اللاعب كانت وفقا للائحة. أما فيما يتعلق بالعمل الفني فالراجل هيكون موجود مع الفريق ولكن بعد نهاية فترة التوقف. على جانب آخر خليني أقول لك إنه الزمالك بيفكر بشكل كبير جدا في الاعتماد على محمد صبحي في بطولة كاس مصر، أسوة بالعديد من الأندية الحقيقة اللي بتخلي البطولة بتاعة الكاس يقف فيها حارس، وبطولة الدوري يقف فيها الحارس الآخر، يعني أو إنجاز التعبير الحارس الأول بيقف في بطولة الدوري والحارس الثاني بيقف في بطولة الكاس. وبالتالي الزمالك بيدرس هذا الأمر من وجهة نظره، وبعد طبعا ما يتخذ رأي كابتن أيمن طاهر، وبعد ما يقرر كمان جوزوالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك. يا باشا والله الاثنين منافعين، وقفوهم مع بعض ان شاء الله باذن الله. الزمالك طموح السنه دي البقاء في الدوري الممتاز.